من زمان وإحنا بنحاول أنا وخالتها لحد ما جمعناها إنها ترجع لجوزها. قلت لها يعني أنتم عايزيني أتجوز الاتنين وأطلقهم؟ ردت خالتي أيوة يا حبيبي، وسري بينا وجميلك ده على راسي. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، وقبل ما نبدأ في حكاية النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك عشان نستمر. صاحب الحكاية بيقول: أنا عمر، 25 سنة من القاهرة، وعايش في اسكندرية مع خالي، وشغال معاه من 3 شهور. لقيت كذا حد من قرايبنا يقول خالتك بتسأل عليك أكتر من مرة، وأول ما نزلت البلد أمي قالت لي خالتك سألت عليك كتير. قلت لها خلاص هروح أشوفها. إحنا علاقتنا بخالتي مش قريبة قوي، يعني بنسأل عليهم في المناسبات والأعياد بس. وبعد يومين رحت البيت خالتي، أول ما شافتني فرحت بيا جدا، قالت لي اطلع يا حبيبي أنا فاطمة. خدتني بالحضن والبوس والأحضان، وفضلت مسكاني أكتر من 5 دقايق، وقالت لي كل دي غيبة؟ أنا زعلانة منك جدا، مش بتسأل عليا. قلت لها معلش يا خالتي حقك عليا، المهم طمنيني عليكي. ماما قالت لي إنك سألتي عليا كتير، خير محتاجة حاجة؟ قالت لي ثواني يا عمر، ونادت على سارة هاتي الضيافة لعمر وتعالي سلمي عليه. قلت لها هي بنتك اسمها سارة ولا ندى؟ قالت لي انت نسيت اسم بنت خالتك؟ لأ دي سارة. دخلت سارة شايلاه صينية عليها فاكهة وحلويات، مديت ايدي اسلم عليها، لقيتها سحبتني في حضنها وفضلت تبوس فيا. قلت لها ازيك يا طنط، اخبارك ايه؟ قالت لي انا بخير يا حبيبي، انت عامل ايه؟ قلت تمام. راحت قايلها عمر كبر يا فاطمة وبقى راجل ما شاء الله، أنا فاكرة لما كنت بحميك. قلت لها الله يسامحها أمي، كانت سايباني لكل الناس تحميني. خالتي ردت وقالت لا ما تقلقش، نساوين العيلة والشارع كلهم حموك. قلت لها الله يطمنك، وضحكنا كلنا. قلت لها طمنيني يا خالتي، كنتي عايزاني في ايه؟ وهنا حكت لي على المشكلة اللي قالتها، وقالت إنها مش عاوزة مخلوق يعرف اللي هيحصل. قلت لهم طب هفكر وارد عليكم. أنا متفاجئ بس. ردت سارة وقالت بص اسمع مني، هتاخد أجازة من شغلك أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر، وتكتب كتابك عليهم وتاخدهم وتروحوا شقتي في راس البر، وأنا هروح قبلكم أجهز لكم الشقة. الشقة كبيرة، جناح كده وحمامين و4 غرف، وأنا هجهز لكم كل حاجة أكل وفلوس، تاخد يوم تاخد أسبوع تاخد شهر براحتك وترجع تطلقهم. قلت لهم طب ادوني فرصة أفكر وارد عليكم. خالتي قالت خلاص ماشي، بس خلي في دماغك إنك أملنا الوحيد. ردت سارة لو وافقت. خالتي تحت أمرك في أي حاجة تقولها. قلت لهم حاضر. قمت أمشي وأنا فاتح الباب لقيت في وشي ندى وريتاج. بصيت لهم اتصدمت، الاتنين واقفين قدامي في كامل زينتهم، لابسين لبس خروج أنيق وشكلهم متجهزين. ندى قالت هو ده عمر؟ ريتاج ردت أيوة ده ابن خالتنا. قلت ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ردوا بابتسامة بس نظراتهم كانت كلها كلام. دخلوا يسلموا عليا، وكل واحدة فيهم كانت عينيها بتلمع بشكل غريب. قعدنا شوية وبدأوا يسألوني عن حياتي، عن شغلي، عن عيشتي في اسكندرية، وبصراحة حسيت إن فيه اهتمام أكتر من العادي، وكأنهم كانوا مستنيين اللحظة دي. سارة قطعت الكلام وقالت خلاص يا بنات سيبوا عمر يرتاح شوية وبعدين تكملوا سوالف. قمت وأنا دماغي مليانة علامات استفهام، هو أنا داخل على إيه؟ رجعت البيت عند أمي وقعدت طول الليل مش عارفة أنام. فضلت أفكر إزاي أتجوز الاتنين وأطلقهم، ده مش لعبة، ده حياة. والأغرب نظراتهم ليا كانت مش عادية، كان في مشاعر متلخبطة. صحيت من النوم لقيت خالتي بتتصل بيا، فتحت المكالمة قالت لي عمر فكرت؟ قلت لها لسه يا خالتي، الموضوع كبير. كبير ولا صغير؟ دي حياة بناتي ومستقبلهم، وانت الوحيد اللي هينقذهم. سكت وما ردتش. وبالليل وانا قاعد مع نفسي جاتني رسالة على الموبايل من رقم غريب، مكتوب فيها أنا محتاجاك ما تسيبنيش. اتصدمت، مين دي؟ ندى ولا ريتاج؟ ولا ممكن تكون سارة نفسها؟ فضلت الرسالة قدامي وقلبي بيدق بسرعة. عرفت ساعتها إن اللي جاي مش سهل أبداً. كان يوم رحت الشغل ودماغي لسه مشغولة بالرسالة. بعدها بكام ساعة جاء اتصال تاني من نفس الرقم،
رديت. سمعت صوت ندى بتقول: عمر، أنا محتاجاك، ما تسيبنيش لوحدي. قلت لها: ندى في إيه؟ قالت لي: أنا ماليش غيرك، جوزي ظلمني، أمي حتى مش حاسة بيا. أنا حاسة إنك أنت الوحيد اللي ممكن تنقذني. قفلت السكة وأنا قلبي مولع نار. وبعدها بدقايق لقيت ريتاج بعتالي رسالة: أنا عارفة إن أمي كلمك، بس صدقني أنا غير ندى، أنا محتاجاك أنت لوحدك. اتصدمت أكتر، الاتنين عايزيني. اليوم اللي بعده خالتي طلبتني ضروري في البيت. رحت عندها، لقيت الكل مجتمع: خالتي، سارة، ندى، ريتاج. خالتي بصت لي وقالت: عمر لازم تاخد قرار، ومش عايزه الكلام يخرج بره البيت. حسيت إني اتحصرت في زاوي والكل مستني يسمع مني كلمة. بصيت لندى لقيت دموعها في عينيها، بصيت لريتاج لقيتها بتضحك بخبث كأنها عارفة إني هختارها. ساعتها وقفت وقلت: أنا عمري ما هعمل حاجة تغضب ربنا. أنا مش هتجوز محلل ولا هتاجر بحياتي ولا بحياتكم. اللي اتكسر بينكم وبين جوازكم مش ذنبي، وأنا مش هكون ضحية. خدت نفسي ومشيت، والكل ورايا بينده وأنا ما قلتش كلمة. رجعت البيت عند أمي، حكيت لها كل حاجة. قالت لي: كويس إنك عملت كده يا ابني، إنت نجيت نفسك من مصيبة. ومن ساعتها قررت إني أبعد عن خالتي وبناتها وما أدخلش في مشاكلهم أبدا. الليلة دي كانت نقطة تحول في حياتي. فهمت إن مش كل حاجة لازم نوافق عليها عشان خاطر أهلنا. مرات لازم تقول لأ عشان تنقذ نفسك. يا جماعة، أنا اسمي سوسو، عندي 40 سنة، حياتي كلها قضيتها في البيت الكبير اللي ورثه أبويا من جدي في البلد. بيت قديم كده بس واسع ومليان بحيوانات وزرع. أنا عمري ما اتجوزت، مش عشان ما جاليش عرسان، بالعكس جالي، لكن أبويا كان دايما يرفض. كان بيقولي: انتي هتفضلي هنا معايا، البيت والبهيمة محتاجينك أكتر من أي راجل. كنت بسمع الكلام وقلبي بيتكسر. بحب الرومانسية وبموت في الأفلام اللي بتتكلم عن الحب، لكن كان مكتوب عليا أفضل الخدامة بتاعت البيت والزريبة. وسط كل ده كان فيه الحمار بتاعنا. والله شكله مختلف، جسمه كبير قوي، رمادي غامق، وعيونه فيها لمعة غريبة كأنها بتكلمك. أنا عمري ما كنت بحب الحمير، بس الحمار ده كان له وضع تاني. أبويا كان بيخليني أكله وأهتم بيه، وكنت في الأول بعمل ده وأنا متضايقة، لكن مع الوقت بدأت ألاحظ إنه مش زي أي حمار. تخيلوا إنه كان بيسمع الكلام، لو قلت له قرب يقرب. وفي يوم من الأيام أبويا ندى عليا: يا سوسو، خدي البرسيم ووديه للحمار. رحت واقفة قدامه، لقيته بيبصلي نظرة عمري ما انساها، كأني واقفة قدام بني آدم مش حيوان. عينيه كانت مليانة كلام، وأنا حسيت بحاجة غريبة جوايا، أمان كده وفضول في نفس الوقت. الموضوع ما وقفش هنا، ده بدأ يعمل أصوات غريبة كأنه بيرد على اللي بقوله. كنت أتكلم معاه عن يومي، عن زعلي، عن أحلامي اللي ما اتحققتش، ألاقيه يهز ودنه أو ينهق نهقة كده كأنه بيرد. وبصراحة يا جماعة، أنا اتعلقت بيه. بقيت كل يوم مستنية اللحظة اللي أنزل أحط له برسيم عشان نتكلم. بقيت أحكي له حاجات عمري ما حكيتها لحد، عن رفض أبويا للجواز، عن خوفي من الوحدة، عن أحلامي اللي ضاعت. الموضوع اتطور لدرجة إن مرة كنت راجعة من الغيط بالعصرية، لقيت عجل طالع عليا جري. أنا اتخضيت جدا، فجأة الحمار جري عليا وحط نفسه قدامي، والعجل خاف ورجع لورا. يومها قلت: الحمار ده مش عادي، ده ربنا بعتلي معجزة في شكل حمار. صاحبتي ميرفت كانت دايما تكلمني تسألني: ايه يا سوسو، انتي ليه متغيرة الفترة دي؟ مش بتكلمي عن الجواز وانا بتعيطي زي الأول؟ كنت أضحك وأقول لها: تعالي يوم عندي وانا هفهمك كل حاجة. وفعلا جات يوم، أول ما دخلت البيت لقيتني فرحانة بشكل غريب. قلت لها: تعالي معايا الزريبة. قالت لي: ايه يا سوسو، انتي هتوديني فين؟ قلت لها: تسنشي ورايا وهتعرفي. دخلنا الزريبة، وميرفت أول ما شافت الحمار وقفت مكانها وقالت: الله، هو في إيه؟ الحمار ده شكله مش طبيعي. ابتسمت وقلت لها: أيوة، هو ده سبب تغييري. ميرفت قعدت تبص له باندهاش، وأنا حكيت لها عن كل اللي حصل من يوم ما بدأت أتعامل معاه. هي اتصدمت في الأول وقالت: أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده، انتي متأكدة إن ده مش وهم؟ قلت لها: لا، دي حقيقة، وأنا عايزة أشاركك السر ده عشان تفهميني. ومن اليوم ده
ميرفت بقت تيجي تزورني مخصوص عشان تشوف الحمار. كانت هي كمان بتلاحظ إنه بيتصرف بطريقة مش طبيعية، لدرجة إنها قالت يمكن يكون ربنا بعتلك رسالة في صورة حمار عشان يخرجك من حالتك اللي كنتي فيها. الكلام ده خلاني أفكر، يمكن فعلا، يمكن ربنا شايفني محتاجة أمل فبعتلي الأمل ده في صورة أبسط مخلوق ممكن أتخيله. ومن وقتها حياتي كلها اتغيرت. ما بقيتش مهمومة بفكرة الجواز ولا الوحدة، بقيت أصحى من النوم عندي هدف، أضحك وأحس إني لسه عايشة. الحمار الغريب ده علمني إن الأمل ساعات بيجي من أماكن مستحيلة، علمني إن مفيش حاجة اسمها فات الأوان، والأغرب إن القرية كلها بدأت تلاحظ إن في حاجة غريبة. كل ما يشوفوا الحمار يقولوا ده وشه حلو، كل ما يبص لينا نحس براحة. وأنا بقى لقيت في الحمار ده مش بس حيوان، لقيت فيه صديق ونس وسر وحكاية. وعشان كده يا جماعة بقول لكم ما تستهونوش بأي مخلوق، لأنه ممكن يكون فيه رسالة ليكم. ودي كانت حكايتي مع الحمار الغيب.